ازيكم احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين باكله حلوه، اكله كده ترم العظم. بس قبل ما نبدا هنقول احنا هنعمل ايه. تحب ان انت تدعميني لايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس، عشان انتوا ايه بتشاهدوا بس ما بتعملوش اللايك. شاهدوا اعملوا لي اللايك وشجعوني باللايك علشان خاطر ما كسلش وانزل لكم فيديوهات كتيره باذن الله. النهارده بقى ايه، يوم اجازتي من الشغل، حبيت بقى ادلع عيالي كده واعمل لهم اكله كده ترم العظم كده. واحب ايه ان انا ايه ادلعهم يوم الاجازه بتاعتي. نزلت بقى امبارح بعد ما بعد ما رجعت. جبتي محشي بتنجان وفلفل. فلفل وبتنجان، بتنجان اسمر وبتنجان ابيض وكوسه، وقورتهم وجهزتهم امبارح بالليل بعد ما رجعت. والنهارده الصبح هبدا ان انا اعمل الاكله بتاعتنا. وكنت جايبه كمان ممبار وكنت منضفاه وشايلاه في الفريزر. بصوا منضفاه، بصوا مخليني ايه ابيض زي الفل اهو. ومعايا فراخ برضو اهو، معايا فراخ برضو كنت غسلاها ومنضفاها، طلعتها برضو من الفريزر وخليتها اهي تفك كده اهي فراخ. وهعمل لهم اكله كده ايه ترم العظم كده وتبقى ايه اكله صحيه. احب بقى ان انت ايه تشاهدي معايا وتشوفي طريقه اكلي اللي هو العادي اللي كلنا بنعمله، بس ايه بنحب ان احنا ايه نشجع بعضينا. احب بقى ان انت تدعميني لايك واشتراك، وما تنسيش من فضلك اللايك. لو بتحبي ربنا تنزلي حالا انت وبتشاهدي كده دلوقتي تعملي لي لايك 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 لايك. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. يلا هنا كده اول حاجة هبدأ ان انا هعمل الصلصة بتاعة المحشي، تخديعة المحشي. اول حاجة قطعت البصل، كان عندي بصلتين، يعني طلعت بصلتين وقطعتهم زي ما احنا شايفين كده وحطيت عليهم الملح. وهبدأ اشوح البصل معانا. والعين التانية حطيت المية علشان تغلي علشان اسلق فيها الفراخ. وهنا اول ما البصلة اسودت معايا شوية حطيت نص معلقة من الثوم المفروم. هنا المية بدأت ان هي هتغلي معايا، احط البهارات بتاعتها، احط ورق اللولو، حبهان، كبابة صيني، وهحط كمان قرنفل. هنا شايفين البصلة خلاص اهي هتحمر، هبدأ انزل بالصلصة بتاعتي. قبل ما انزل بالصلصة هحط حوالي معلقة من الخل بتسكر صلصة المحشي او التسبيكة بتاعت المحشي. جربيها كده، حطي معلقة خل في البصلة قبل ما تحطي صلصة الطماطم، بتخلي عاوزة اقولك بتخلي طعم المحشي روعة. التسبيكة بتاعت المحشي بتخليها حلوة او مسكرة. هنا حطيت الطماطم، صلصة الطماطم كنت مخزناها في الفريزر، حطيتها طبعا علشان الشغل وكده، فبحب اعمل حاجتي واخليها في الديب فريزر علشان ايه وقت ابقى مستعجله عاوزه اعمل اكله حلوه لعيالي قبل ما انزل، بطلع على طول كده تبقى الحاجه جاهزه، اطلع يا دوب ايه ان انا مثلا الف او مثلا اسوي الاكل وبس. هنا المية غليت معايا، نزلت طبعا بالفراخ بتاعتي. هنا الحلة حسيتها صغيرة فهنقلها طبعا علشان ايه اعرف اقلب الفراخ وتستوي براحتها. فهنا حسيت الحلة صغيرة فهنقلها. احط البصلاية واحط الملح. لو عندك بقى جزر حطي جزر في شوربة الفراخ. طماطمايه تحطيها في شوربة الفراخ. هنا حطيت ملح برضو لصلصة الطماطم، سوري تسبيكة المحشي. وحطيت كمان وحدة مرقة، معلش ايه سامحوني عشان لسه صاحية فما فقتش قوي. وحطيت كمان قرفة.
وسنة من الكزبرة، يعني حوالي ربع معلقة من الكزبرة وربع معلقة من الكمون. دي البهارات بتاعتي اللي انا بحطها في التغذية بتاعة المحشي. تغذية بقى، تسبيكة، زي ما ايه حابة تسميه. لو وصلت لحد هنا حبيبة قلبي ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك وكومنت حلو منك. هنا نقلت نقلت الفراخ في حلة اكبر. هحط واحدة مرقة، انا بحب احط مرقة اللحمة، بتدي طعم حلو قوي. هنا بقى اسيب الصلصة بقى تتسبك، والزيت بتاعها يطلع على الوش، وبعد كده هبدأ ان انا نشوف مع بعض هنبدأ نعمل ايه. هنا حسيت الصلصة كتيرة قوي فشلت منها شوية كده هم، شلت شوية كده وهركنهم على جنب، لو احتاجتهم هاخدهم، ما احتاجتهمش خلاص هشيلهم في الفريزر. هنا خلاص اهي الصلصة اتسبكت والزيت طلع على الوش كده. هبدأ بقى هنزل بالخضرة بتاعتي، شبت كزبرة بقدونس. انا مكترة الخضرة عشان بحب الخضرة كتيرة في المحشي. والشتا خلاص هيخش علينا ان شاء الله، وهبدأ اعمل لكم محشي الكرنب بإذن الله. بقولكوا هنا الفراخ خلاص استوت، هبدأ ان انا اطلعها. شايفين شوربة الفراخ روعة. هنا طبعا هبدأ ان انا احط لها الملح والفلفل الاسود ورشة رشة من القرفة، ويعني الحاجات دي حطيتها على معلقة الصلصة. معلقة الطماطم اللي انا كنت حطاها في الشوربة، الطماطمية اللي انا كنت مقطعاها، جبتها قطعتها كده بالمعلقة، يعني فرمتها كده بالمعلقة، وحطيت عليها التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وقرفة وبهارات الفراخ السبعة وجوز الطيب، وحطيت كيس من الصلصة، وبدأت أدهن الفراخ، وش الفراخ كده من فوق، وهدخلها تحت الشواية. كان طعمها روعة بجد، يعني حاجة سهلة كده وبسيطة على طول. هنا بدأت طبعا أحشي المحشي كده. شايفة الكاميرا دي عملت كده. كده هنا حشيت البتنجان والفلفل، وهبدأ هنا هحشي الممبار بتاعي. بص انا بحط صباع الاتنين في الممبار من تحت، وابدأ افتح الممبار كده وابدأ احشيه وابططه بالشكل ده، علشان ايه لما اجي احطه في المية ما يفرقعش معايا، فلازم تبططيه كده علشان يطلع معاكي حلو وجميل، وما يطلعش الخلطة ما تطلعش من بره الممبار. تمام، وكمان ما تطلعش في المية. بقطع الممبار اللي هو الوسط، ما بحبوش اللي هو الكبير او ما بحبهوش ده، بحب اللي هو ايه الوسط المعقول. خير الامور الوسط، فانا بحب الممبار الوسط كده بتبقى حلو. هنا المية بقى غلت معايا، حطيت ورق رورو وحبهان، وبدأت انزل بالممبار بتاعي كده. اول ما بتنزلي بيه في مية سخنة بيبدأ ان هو يتقفل من الناحيتين. بصي بقول لكم، بصي بيتقفل من ناحيتين ازاي.
هنا بقى هبدأ اعمل الخلطة بتاعة الشوربة بتاعة السقي ان انا اسقيها المحشي. حطيت ورق نعناع، وحطيت ملح، وحطيت واحدة مرقة، ودوبتهم بمية سخنة كده، وحطيت معلقة من الصلصة اللي انا كنت شايلاها، وبدأت انزل بالمحشي على المحشي، وهعلي النار عليه. وبعد كده اول ما يغلي كده شوية 5 دقايق، وبعد كده بهدي النار عليه خالص. هنا الشوربة اهي، هعمل شوية ملوخية، وهنا الممبار الزيت علشان احمر الممبار بتاعي. هنا بصوا حطيت بقى ايه الممبار، وخلي بالك انتي بتحطي الممبار عشان ايه بيقعد ايه يفرقع وكده. بس هتشوفي لمعة الممبار روعة بجد. وكان طعمه حلو، كانت الخلطة بتاعت المحشي حلوة قوي جميلة. هنا هبدأ هنا الشوربة غليت، هبدأ انزل بالملوخية بتاعتي. لا، هعمل بامية مش ملوخية، معلش. اصل الفيديو دوت انا كنت مسجلاه بقالي كتير، يعني لسه، يعني كنت مصوراه بقالي كتير ولسه مسجلاه النهارده، وان شاء الله هينزل لكم النهارده. هنا حطيت بامية طبعا انا مخزناه في الفريزر. هعمل بامية ويكا. تمام. هنا اقلب الممبار على الناحية التانية عشان ايه الناحيتين يحمر. والمقدمة اللي انا قلتها في الاول ان انا النهاردة الشغل وكده، فعلا كان اليوم ده كنت انا حابة ان انا انزل لكم الفيديو اليوم ده، فما قدرتش حسب ظروف وكده، معلش. فركنت شوية، وهبدأ ان انا زي ما انا قلت لكم بسجله النهاردة، فهبدأ ان انا انزله النهاردة الفيديو، عشان محدش يخش يقول لي انتي قلت حاجة في المقدمة وفي تسجيل الفيديو قلت حاجة تانية. تمام. شايفين لون الممبار روعة. شايفين لما تحبي تدلعي اولادك وانتي، وبالذات وانتي شغالة، تعملي لهم اكلة حلوة هما بيحبوها، بيفرحوا قوي بيها. ربنا يساعد كل ام شغالة فعلا وبتشقى علشان خاطر عيالها، رغم الظروف اللي حواليها، رغم الحاجات اللي بتشوفها في حياتها، بس بتبقى قوية علشان خاطر عيالها، بس مش اكتر من كده. هنا خلاص خلصت البامية، هبدأ اعمل لها التومة. حمرت التومة وحطيت عليها كزبرة، وهبدأ ادش البامية. كان طعمها حلو اوي مسكرة. بص البامية بقى الويكة الصعيدي بتاعتنا روعة. كده جهزت الاكل سريع كده على طول. بتمنى يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. وبص شكل الفراخ والممبار والمحشي والبامية، بالالف وهنا وشفا علينا وعليكم يا رب. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش حبايب قلبي دعوة حلوة منكم. وما تنسوش اللايك بجد، علشان اللايك وكومنت حلو منكم بيفرحني. فبحبكم جدا جدا حبايب قلبي، واقول لكم في رعاية الله. باي.